تلاقي تطور في جسمك في اول شهر. السلام عليكم، معكم ميدو. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حلقه مهمه جدا، ازاي تعمل فورمه في شهر. انت طبعا صدقت؟ مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها اعمل فورمه في شهر. في حاجه اسمها اللي انت هتبدا تظبط جسمك في اول شهر. طبعا لازم تكون حاسب سعرات جسمك، تمام، والميه بتاعتك سواء في البالك او في القط لازم الميه تبقى كتير، يعني من 4 ل 6 لتر. البالك لازم الميه تبقى قليله، يعني من 3 ل 4 لتر. نخش بقى في الاكل بقى. طبعا البطل ده كان عايز يعمل بالك كويس جدا، علشان في شهر 10 في بطوله وانا هنزله معايا فيها، وهنبدا نحضر فيها من شهر 8 باذن الله. فهو في اول شهر بيفور افتر التزام 100%، طبعا في الاكل وفي الميه برضو، علشان جسمه ما يحبسش ميه، والحمد لله جسمه ما حبسش ميه كتير قوي. اكل بقى، طبعا انا مديله من 1500 ل 2000 كارب، والباقي بروتين، يعني خضار، دهون صحيه. بس الاهم حاجه هو الكارب اللي هيفيده جدا، سواء احنا برضو مخلين التمرين بتاعنا هيت في ايه؟ في الاوزان، تمام. طبعا ببقى معاه في كل تمرين وفي كل حاجه، مفيش حاجه بيلعبها غلط، فعلشان كده وصل ترانسفورميشن كويس ده الحمد لله. طبعا نخلي له نظام التمرين بتاعه يبقى 6 ايام في الاسبوع ويوم راحه بس، يوم في الاسبوع راحه. الشيست بديله 6 زوايا. طبعا احنا نظام التمرين بتاعنا بيبقى 5 ايام في الاسبوع، وهو بيبقى البنش والتراي والظهر والباي والكتف والدراع والرجل، تمام. هو البنش والتراي بديله 5 زوايا بنش، من 5 زوايا ل 6 زوايا بنش، على حسب الكارب، وعلى حسب الكارب اللي هو قدر ياكله قبل التمرين، وعلى حسب الطاقه اللي هو عملها خلال اليوم، عشان هو ساعات بيجي لي بالليل وساعات بيجي لي الصبح. على حسب الطاقه اللي هو عملها، علشان ما يهمتش مني في التمرين، وانا بحب اخليه يجيب اخره في الاوزان، علشان الاوزان هي اللي هتفيده جدا في فتره البالك وفتره التنشيف. اوعى تنزل اوزانك، وحاول تظبط اوزانك بالظبط اللي انت كنت بتلعب بيها في فتره البالك، علشان ما تخسرش عضلات. زي ما احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات، ان انت ما ينفعش فتره البالك تزود ميه او تشرب ميه كتير، صح؟ يعني دلوقتي احسن ترانسفورميشن هو الصراحه في الشهر التزم باللي انا قلت له عليه، كل حاجه قلت له عليه بالظبط عملها. بصوا، بيفور وافتر. عايزكم دلوقتي تتابعوا معايا الخطوات اللي انا عملتها معاه في خلال الشهر، اللي هم ال 30 يوم بالظبط. اول خطوه احنا عملناها اللي احنا اتمرنا في الاسبوع 6 ايام في الاسبوع، وقعدنا يوم راحه، عشان احنا كنا عايزين فتره بالك كويسه. فاحنا اول حاجه عملناها فهي اللي انا زودت له في الكارب كويس جدا، وكمان ما زودتش قوي علشان ما يحبسش ميه كتير. بس كده، ودي نهايه حلقتنا النهارده. طبعا ده الترانسفورميشن في 40 يوم، بيفور وافتر. ده اللي قدرنا نوصل له في 40 يوم بس، وانت برضو تقدر توصل في 40 يوم وتكون احسن نسخه من نفسك. طبعا لو في اسئله بقى في الكومنتات مستنيكوا، اللينك في البايو، خشوا لي على الانستا لو عايزين تسالوا على حاجه معينه. متنساش بقى السبسكرايب في القناه، تفعيل زر الجرس، شيروا لاصحابكم، واللي جاي احسن باذن الله. والسلام عليكم. يلا ماشي، شد البوي. ماشي.